بنسمع كتير الفترة دي عن سعر العقار ينزل، أو ما يسمى بالفقاعة العقارية أو الركود. فبعد إذنك ما تسمعش للناس دي. تعال نقيسها آخر 25 سنة في مصر حصل فيهم إيه، وسمعنا كام مرة الكلام ده، ابتداء من أول مدينة نصر، مقطم، تجمع، وصولا للعاصمة الإدارية. عدينا على أزمة 2008 وثورة 2011 وثورة 2013، تعويم أول وتاني، حرب روسية أوكرانية، تعويم تالت ورابع، كورونا. كل ده وسعر العقار ما نزلش ولا حصل فقاعة عقارية ولا ركود. حضرتك احنا 120 مليون نسمة. لو فكرنا بس يعني بيست على الويلث ديستريبيوشن، ان هتلاقي في مصر من 10 12% غني. يعني نتكلم من 10 ل 15 مليون شخص غني. 15 مليون ده تمثل دول موجودة في الخليج أو في العرب أو في دول أخرى أفريقية. فحضرتك عندك 15 مليون غني. فلو كلمنا 10% بس منهم بيشتري عقارات أو بيستثمر في العقارات، فاحنا بنتكلم في حوالي مليون ونص. فاستأذنك قبل ما نقول أي تفاصيل نسمعها يعني نقولها نبقى دارسينها. أزمة 2008 في أمريكا خاصة بالقطاع العقاري عن طريق المورجج أو التمويل العقاري والرهن العقاري. التمويل العقاري في مصر بيمثل كام في المية من القطاع العقاري؟ من 2 ل 3%. مفيش أزمة حتة الفقاعة دي. طب عارف يعني ايه فروق الأسعار أو جاب السعر ما بين العرض والطلب أو ما بين الدخل والمعروض؟ حضرتك حاسبها على فئات معينة، لكن زي ما اتكلمنا احنا من 10 ل 15 مليون، كمان أكتر من 12 مليون غني في مصر. طب والباقي ده ليه إسكان اجتماعي وإسكان فوق المتوسط ومتوسط والحاجات دي كلها. ما نبصش على سعر فيلا موجودة في كومباوند مثلا ب 30 40 50 60 مليون نقول عليها مين بيشتري. لا، مين بيشتري؟ واهالي بتعمل ابجريد. احنا في مصر عندنا ثقافه الامتلاك، وعندنا من 65 ل 70% شباب. فالناس الشباب ده كله عايش وهيتجوز فيها ويجيب لي عياله، وهو كمان اهاليه يعملوا ابجريد من شقه لتاون هاوس لتوين هاوس لستاند الون فيلا. احنا عندنا 3.5 مليون سجل تجاري وبطاقه ضريبيه بيست على وزير التموين. فحضرتك يعني الناس دي لما هتيجي تجدد السجل التجاري وبطاقه ضريبيه هيتم المعاينه في اماكن اداريه. يعني لازم يبقى عندنا اماكن اداريه. موضوع بقى ان احنا نبقى موجودين في مكان سكني، يبقى عندنا شركه في مكان سكني، ده هيتلغي. فالعاصمه الاداريه وكل المولات الموجوده في التجمع وزايد والحاجات دي كلها هتتملي ازاي؟ لا، هتتملي. شوف كام شركه موجوده في عماره سكنيه، لما يتنقلوا في المولات دي احنا هنعوز عدد مولات اكبر من اللي متاح عشان نغطي الطلب. التجاري بالنسبه مثلا للعاصمه الاداريه يقول لك اعمل ايه التجاري مثلا هناك؟ لا، احنا بنخدم 6.5 مليون نسمه. فانت حضرتك متخيل اي نشاط هتفتحه المدينه دي هتكون محتاجاه. زائد المدينة دي متوفرة فيها أفضل بنية تحتية في مصر، وفيها مدن بحد ذاتها خدمية. يعني في الإكسبو سيتي، في المدينة الطبية، في ديزني لاند، في فورمولا 1، وكل واحدة لها قطاع اقتصادي متكامل، إذا كان ترفيهي أو إذا كان علاجي أو إذا كان خاص بالإكسبو سيتي، اللي هو يعني كل دولة بتقول أنا متطورة وعندي معرض وتقدروا تعرضوا منتجاتكم فيه، إذا كانت تعليمية أو حتى سلاح أو ترفيهية أو معمارية. دي مش موجودة أصلا في أكتر من 24 دولة أو 25 مدينة، قصدي في 12 دولة. فأنت لما تبقى موجودة في مصر في العاصمة الإدارية تعرف إن المكان ده مختلف. منطقة السي بي دي والبرج الأيقوني وال 19 برج الصيني اللي موجود، أو مدينة أبراج موجودة في مصر، سياحة مختلفة. مدينة الإنتاج الإعلامي، سمارت سيتي، مدينة رياضية، ده سياحة رياضية، مدينة الأولمبية، ده مكان مختلف تماما. فبناء عليه سيادتك بتقول في ركود أو فقاعة أو أيا كان، ده في حاجات جديدة من نوعها أصلا في مصر. انت حضرتك لما بتبقى ساكن قريب من معلم بتقول انا سعر شقتي او سعر المكان اللي انا شاري فيه ده هيعلى بسبب اللاند مارك اللي جنبي او العلامه المميزه اللي جنبي. ما بالك اصلا العاصمه الاداريه كلها هي اكبر واضخم واعرض وكل حاجه واطول كل حاجه. فكل ده لاند مارك حواليك، من اول الفتاح العليم لحد العين السخنه. فانت حضرتك بس لما تيجي تتكلم مع حد اسمع لاشخاص درست يعني ايه NPL، يعني ايه نون بيرفورمينج لونز. انت عندك تحوط كام في المية منهم هنا اللي هم القروض الغير عاملة او الغير اللي هي لسه ما اتسددتش؟ انت عندك كام في المية تحوط هنا وكام في المية في البلاد التانية؟ ما عندكش اي ازمة. اي ازمة. هي فجوة دولارية موجودة في مصر وبس، لكن اي حاجة تانية مفيش.
بسبب الازمه دي الاسعار بتعلى وي 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 والكلام ده كله. بس لو دي اتحلت كل حاجه اتحلت. حتى العاصمه الاداريه الناس بتقول عليها فنكوش وازاي وكده والكلام ده كله. طب انت عارف ايه الدخل الدولاري في مصر وايه تاثير العاصمه الاداريه فيها؟ ايه تاثير العاصمه الاداريه على قناه السويس؟ ايه تاثير العاصمه الاداريه على ميناء العين السخنه في الصادرات؟ ايه تاثير العاصمه الاداريه في السياحه؟ ايه تاثير العاصمه الاداريه في تحويلات المصريين في الخارج؟ ايه تاثير العاصمه الاداريه على الاستيراد والتصدير؟ تعرفش. فاستاذنك ندرس. ولو حابب تختصر وقت ومجهود كلمني نتفق احنا مع بعض ازاي نقدر نستثمر في مصر في الاستثمار العقاري وازاي تكسب منه، لان هي كل حاجه ليها عوامل معينه على اسس بتنجح بيها او لا. مش كل عقار بيكسب، ومش كل نوع عقار بيكسب زي التاني. اذا كان سكني، تجاري، اداري، فندقي، طبي، مش كل واحد زي التاني، حسب احتياجات حضرتك والنيدز بتاعتك. فلو حابب تعرف اكتر يا ريت تكلمني على الرقم الموجود ده. شكرا.